فعشان كده النادي الاهلي مفتقد الخطوره ومفتقد في ايه، بعد الطرد اللي انا من وجهه نظري شايف انها لا ترقى للطرد، دي وجهة نظري الشخصية يعني، لان الكوع مفروض صعبة يعني ان هي، لكن بعد الطرد تحس ان في حماس جه للاعيبة الاهلي شوية، ابتدوا يضغطوا شوية. ولا خالد طلعت نقدنا الرياضي، انت راهنت وتوقعت ان الشوط الاول بيراميدز هيتقدم، بناء على ايه المعطيات دي؟ بناء على السكواد والقائمه بتاعت فريق بيراميدز يا كابتن خالد، بناء على نتائج الفريقين وادائهم في الدوري الفتره اللي فاتت. بيراميدز هو اعلى فنيا من النادي الاهلي، وهو يعتبر انا في رايي الشخصي اعلى فريق في مصر فنيا في السكواد اللي بيمتلكه، في اللعيبه، كل النتائج. يعني نتائجه الفتره الاخيره ماشي بشكل كويس جدا. الاهلي بيعاني من نقص كبير في الصفوف، في لعيبه رحلت عن الاهلي، في لعيبه كتيره مصابه، حتى الصفقات الجديده لسه طبعا جايه بقى لها يومين ما لحقوش ان هم يدخلوا جوه الفريق. فلا انا شايف ان فنيا كان بيراميدز اعلى. ولو انا شايف كمان ان لولا حاله الطرد، انا شايف برضو بتفق مع كابتن اسامه عرابي، الحاله لا تستدعي طرد خالص، وشايف ان يعني بيراميدز تعرض لظلم كبير في حاله الطرد دي، ولولا حاله الطرد كان ممكن بيراميدز يركب الماتش، وكان ممكن يكسب 2 و3 للنادي الاهلي. لكن حاله الطرد دي ممكن تكون برضو نقطه مؤثره شويه. بدا الاهلي يفوق شويه بعد النقص العددي طبعا في صفوف بيراميدز، وبدا يمتلك زمام الامور. لكن انا شايف الحاله لا تستحق طرد خالص، وبنشوف حالات كده في الدوري الانجليزي وفي دوريات كبيره في اوروبا، الالتحام عادي خالص، الراجل فارد ايده، يعني اقصى حاجه يعني ياخد أقصى حاجة انذار. إنذار. بالظبط، اقصى حاجه انذار. لكن حتى يعني انا بضم صوتي لصوتك لكن وجهة نظري يعني. خالد طلعت صديقنا العزيز، لا اسقط الله لك حسا، يعني جامايكا النهارده ما كانش في لياقته البدنيه والذهنيه، انت كنت مصمم متاكد ان النهارده بيراميدز هيفوز على النادي الاهلي. لا خلاص، هو التحكيم كان ليه دور برضو النهارده في تغيير نتيجه المباراه. يعني انا شايف ان يعني وجهه نظرك ان التحكيم طبعا بيراميدز كان راكب المباراه ومتقدم 1-0 وكان افضل، وحصل طرد يعني شايفه غير صحيح بالمره. يعني هي كبرها انذار طبعا. اصلا لما تطرد منك واحد في الدقيقه 35 من الشوط الاول، بتلعب 10 دقائق في الشوط الاول، وبتلعب شوط تاني كامل ب 10 دقائق وقت بدل ضايع. يعني اللي بيراميدز تقريبا لعب حوالي 70 دقيقه بالوقت بدل الضايع، بيلعب ناقص لاعب. ده طبعا اثر بشكل كبير جدا على فريق بيراميدز. فانا شايف التحكيم كان ليه دور في تغيير نتيجه المباراه النهارده. لولا الطرد ده كان بيراميدز هيقدر يكسب النادي الاهلي في المباراه. كابتن ايمن رجب، انت الوحيد اللي قلت ان المباراه هتطلع تعادل، وتعادل ايجابي. لا، هو ايمن قال تعادل ايجابي، انا قلت تعادل سلبي، بس هو قال تعادل ايجابي، فهو اللي كسب. صح، لا ايمن اللي كسب، ايمن اللي كسب. انا وخالد وكابتن نور خسرنا جامايكا. لا انا قلت له الاهلي هيرجع، سالني الاهلي هيرجع ولا لا، قلت له سيناريو الماتش زي ما وصفه الكابتن اسامه وزي ما وصفه الكابتن خالد. سيناريو الماتش انا مع وجهه النظريه. سيناريو الماتش انت عرفت تستغله ازاي. النقص العددي ده فرق مع بيراميدز بشكل كبير. فكره ال 2-0 دي ليه هي سهل الرجوع فيها. متفق يا كابتن ايمن ان الطرد غير مستحق؟ طبعا، واذا كان الكابتن اسامه نفسه متفق ان الطرد غير مستحق، مفيش غير الكابتن خالد. فهي الفكره. انا بقول وجهه نظري ان الطرد، يعني المفروض ما اقولش وجهه نظري، بس انا من وجهه نظري بقول ان الطرد مش مستحق. بنتناقش يعني احنا في ضربه وجهه الجزاء، نظري، يعني مش متخصص، انا بقول ضربه الجزاء اللي اهدرها حلو. يعني كده في اجماع في الاستوديو ان الطرد مش مستحق بالزبط. يعني الخمسه اللي قاعدين يعني الصوره واضحه فيها يا استاذ خالد، الصوره واضحه جدا ان مفيش كوع بما فيهم طبعا كابتن اسامه عرابي النجم التاريخي للنادي الاهلي، وده طبعا فير ان هو يقول الكلام ده طبعا. فهي الفكره